خالد من النوع اللي بيخاف يواجه اهله، هو شايف ان ابوه اعظم راجل في الدنيا. قال لها قولي لي ان هم بيكذبوا، معقول بابا سرق؟ وهي قالت له احنا بنعمل كل ده علشان مصلحتك، علشان مصلحتكم. احنا طول ليل ونهار بنفكر في مصلحتك انت ولبنى. يعني في بعض الاهالي بيبقوا مفكرين ان طريقتهم في معامله عيالهم ان ده الصح وان ده لمصلحتهم، وهم بيدمروهم نفسيا. في مشهد لما هي اتريقت على سلفتها انها مش بتخلف، انا مش عارفه ليه كده وانا بتفرج حسيت علشان نوري ان الستات اللي بتعمل كده هم قد ايه ممكن يتاذوا في عيالهم. هي مقصوده عشان المشاهد يفهمها كده. شايف ان رباب وكرم يعني اساءوا التعامل مع اولادهم واخطاوا في تربيتهم، ما كانوش بيسمعوهم، ما كانوش بيديهم مش اهتمامات، حاطينهم في الحسبان خالص مش موجودين عندهم. هم ما جوش. السحله بتاعت الدنيا بتاعتهم، ولادي دول اخر حاجه. المصلحه مش ان هو فلوس وهات وخد وعايز عربيه، عايز كذا عايز كذا، لا. اوقات بحس ان احنا كشباب، يعني انا مثلا خالد هو كان عايز ابوه يسمعه. كنت مره عايز تروح معاه الشغل وتروح تسافر معاه اسكندريه، مرضاش. العربيه، كنت عايز تجيب عربيه، كنت عايز اجيب عربيه. الابات ما بترضاش تجيب من لعيال حق أجيب عربيات عربية. ليه؟ بس هو راح لجده، هو خالد بقى راح لجده عشان يطلب منه العربيه وهيجيبها له، وهيجيبها له بالظبط. بس هو ملحقش. للاسف كان نفسه يسوق العربيه.